اهلا بيكم في رابع حلقة من بودكاست العشرينات. حلقة النهاردة اتطلبت مني في الكومنتس فقمت عملتها على طول، وهي عن الكسل او التأجيل او ان احنا نبقى في حاجة عارفين ان احنا لازم نعملها وما بنعملهاش. ازاي ان احنا نقدر نحل المشكلة دي وهل ليها حل اصلا؟ بس قبل ما نبتدي هاتوا حاجة تشربوها عشان نركز بقى مع بعض. في الاول عايزة اقول لكم انه مش عايزة حد يحس بالذنب لو هو بيتكاسل اوقات عن عمل شوية حاجات مهمة، لانه احنا كلنا كده. فاحنا هنعرف مع بعض ازاي ان احنا نقدر نحل الحاجة دي، بس لازم تعرفوا ان احنا ساعات عادي يعني لو ريحنا شوية، وان الناس كلها كده. بس الفكرة ان احنا نريح قد ايه وما نسيبش نفسنا الموضوع ده قد ايه، لانه بجد اللي بيسيب نفسه للكسل دي بتبقى مشكلة كبيرة قوي وصعب ان الواحد يخرج منها. وهنزق بقى نفسنا مع بعض دلوقتي. اول حاجة، انا لما ببقى عارفة ان انا عايزة اعمل حاجة، ان احنا ناخد الخطوات اليومية اللي احنا المفروض نعملها عشان نوصل للهدف بتاعنا. دي بتكون خطوة صعبة بس في حالة واحدة، لما بنفكر في ان انا ايه الحاجة اللي لازم اعملها دلوقتي. فاول حاجه هنعملها هو ان احنا مش هنفكر ان انا مثلا اذاكر دلوقتي، ان انا اتمرن دلوقتي، ان انا اعمل اي حاجه دلوقتي. احنا دايما لما نيجي نعمل الحاجه اللي احنا المفروض نعملها هنفكر في اللي احنا هنوصل له، مش في اللي احنا هنعمله دلوقتي. ودي اول واهم خطوه انا بعملها مع نفسي علشان اجبر نفسي ان اعمل الحاجه دي. ودايما فكروا انه لو انتوا مش هتاخدوا الخطوات انكم توصلوا للهدف بتاعكم، بجد يا جماعة المنافسة كتيرة وقوية، وبجد في ناس كتير قوي شاطرة. فلو انتوا مش هتعملوا الحاجة دي في ناس تانية غيركم هتعملها. حطوا الجملة دي في مخكم، ودايما فكروا في الهدف اللي هتوصلوا له لو عملتوا الحاجة دلوقتي، مش ان احنا هنعمل حاجة دلوقتي. يعني مثلا افكر ان انا انجح، افكر ان انا هاخد ترقية في الشغل، افكر ان انا هشتغل في مكان انا نفسي اشتغل فيه قوي لو انا بقى عندي المهارات دي. ساعتها هتلاقي نفسك على طول من غير تفكير، اللي محتاج تذاكر له هتذاكر له، واللي محتاج تشتغل عليه تشتغل عليه. مش هتتكاسل ابدا لو انت ابتديت تفكر بالطريقه دي. تاني حاجه هنعملها ليها علاقه برضو بطريقه تفكيرنا، وان انا هقول لكم حاجه يعني هتوتركم شويه بس هي دي الحقيقه. احنا بنكبر بجد، احنا النهارده في العشرينات، هتلاقوا الوقت جري على طول وهنبص نلاقي نفسنا في التلاتينات، في الاربعينات، في الخمسينات. انتوا متخيلين يعني الرقم اللي انا بتكلم فيه ارقام خلاص احنا بقينا قد اهلنا. فما تستهونوش ابدا بالوقت اللي بيضيع. دايما فكروا ان احنا دلوقتي في العشرينات، هي دي الفرصة اللي احنا هنبني فيها نفسنا، وان احنا لو ما اشتغلناش على نفسنا دلوقتي هنندم قوي قدام. وانه فكروا قدام، فكروا في اللي انتوا في الاربعينات عايزين تبقوا حياتكم عاملة ازاي. هل عايزين تبقوا ناس ناجحة ولا عايزين تبقوا ناس محققتش حاجة في حياتها؟ وهل لو انتوا بقيتوا ناس محققتش حاجة في حياتها، هل هتبصوا كده هتتمنوا وقتها؟ يعني تخيلوا ان احنا خلاص دلوقتي وصلنا المرحله دي وما حققناش حاجه، تفتكروا هتحسوا بايه؟ اكيد هتحسوا ان احنا يا ريت يرجع بيا الزمن وابقى في العشرينات وهعمل احسن حاجه عندي. طيب الخبر الحلو ان احنا دلوقتي في العشرينات، ف يلا نعمل بقى احسن يعني حاجه عندنا. يعني الوقت بيضيع، وهي دي تاني نقطة عايزاكم تحطوها في دماغكم قبل ما نبدأ نعمل أي حاجة. لأنه فكرة المايند سيت والعقلية وإن انتوا ازاي بتفكروا هي دي كده الأساسيات اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي مع بعض، علشان الحاجات اللي جاية بعد كده لو احنا ما عندناش الأساسيات بتاعتها يبقى ملهاش أي لازمة. طيب في ناس أنا عارفة دلوقتي مستنيين بقى، يعني احنا عايزين نعرف طب نعمل ايه. مبدئيا أنا عايزاكم إن انتوا كل يوم لما تصحوا هنصحى نستحمى ونجهز. نجهز لإيه؟ اسمعوا مني، مش هنصحى نقعد في السرير، مش هنصحى نقعد بنفس اللبس اللي احنا نايمين بيه، ومش هنصحى نفضل قاعدين ماسكين الموبايل. احنا نصحى دش، نلبس على حسب احنا ورانا ايه النهارده، ولو ما وراناش حاجه هنعمل نفس الحاجه بالظبط. علشان فكره ان احنا نصحى ونفضل قاعدين في السرير بنفس اللبس اللي احنا نايمين بيه ده كده اول سلمه للكسل، مش عايزينها معانا. تاني حاجة هطلبها منكم انه دايما تخلي المكان اللي انتوا قاعدين فيه نضيف. فهنصحى الصبح سريرنا يتوضب جماعة زي الجيش كده، عارفين يعني يتوضب زي المسطرة. مش يتوضب اللي هو رميت الحاجة، لا يتوضب زي المسطرة لكنكم شغالين في فندق. لازم السرير ده مسؤوليتكم انتوا اللي هتوضبوه. لازم توضبوا سريركم، لازم توضبوا اوضتكم، لان طول ما انتوا قاعدين في مكان فيه هدوم مرمية على الكرسي
وفي سرير متبهدل وفي حاجات منعكشة كده مش لاقيين لها مكان، احنا مش هنعرف ان احنا ابدا نتغلب على الكسل. بعد كده هنعمل ايه؟ بعد كده هنعمل لنفسنا روتين. الروتين ده مع ان زمان مثلا كان الناس تقعد تقول لك انا ما بحبش الحياه الروتينيه، عايزه اقول لكم ان الروتين ده هو اساس النجاح، وان اي حد ناجح هتلاقي ان هو كان عنده روتين. الروتين ده بيحطك كده، بيخليك منضبط بجد، هيخليكم ان انتوا عندكم ثقه في نفسكم ان انتوا هتعرفوا تعملوا اي حاجه انتوا عايزين تعملوها. فاعملوا لنفسكم روتين، شوفوا انتوا هتصحوا امتى، هتوضبوا امتى الاوضه بتاعتكم، هتبقوا جاهزين الساعه كام، هتفطروا الساعه كام، هنبقى جاهزين نبدا الحاجه اللي احنا عايزين نعملها النهارده امتى. ومن ضمن بقى الروتين بتاعكم ان انا عايزه يبقى عندكم تشيك ليست او لسته كده معانا بنكتب فيها الحاجات اللي احنا هنعملها النهارده. طبعا احنا مش بنكتب الحاجه اللي احنا هنعملها النهارده اما نصحى بقى الصبح اللي هو يا بقى هنعمل ايه بقى النهارده. للأسف لأ، إحنا هنحاول إن إحنا ننظّم دايمًا الأسبوع بتاعنا، نبقى عارفين الأسبوع بتاعنا هنعمل فيه إيه، ولو ده كتير أو مش عارفين تعملوه يبقى على الأقل بس وضّبوا اليوم هتعملوا فيه إيه. فإحنا مثلًا من امبارح بالليل هنبقى عارفين إن إحنا النهارده اليوم بتاعنا فيه 1، 2، 3. وحاولوا ان انتوا اليوم بتاعكم ما تملهوش حاجات كتير قوي عشان تقدروا ان انتوا تحققوها، ويبقى عندكم المايند سيت ان انتوا تقدروا تحققوا الحاجه. قبل ما اكمل عايزه اقول لكم على قصه كده سريعه بس بجد هتفهمكم انا قصدي ايه بالنقطه دي. في تجربه اتعملت جابوا فيها فارين، وفي فار اكلوه كويس وخلوه كويس قوي وجاهز ان هو يعمل اي حاجه، وفار تاني ادوله زي ادويه وحاجات كده عشان تخليه ان هو مدروخ وحاسس ان هو تعبان ومش قادر ان هو يعمل حاجه، ودخلوا الفارين دول مع بعض ان هم يبقوا في منافسه ويضربوا بعض ويتخانقوا. ما تسالونيش خلوهم يتخانقوا ازاي عشان ده مش موضوعنا، بس المهم انه الفار اللي واكل كويس وجاهز ده الفار اللي كسب. انا لسه ما خلصتش، مش دي القصه، هتقولي عشان واكل كويس مش دي القصه، ثانيه واحده. الفكرة بقى ان هما اخدوا بالهم من الفارين فترة بعد كده ودخلوهم في منافسة تاني مع بعض، بس دلوقتي هما الاتنين كانوا في نفس الحالة. وعايزة اقول لكم ان الفار اللي كسب قبل كده هو اللي كسب تاني، وده بسبب انه احساسنا لما بنكسب مرة ده بيفرز جوه مخنا حاجات بتخلينا واثقين في نفسنا اكتر، والثقة في نفسنا اكتر دي بتخلي غالبية ان احنا هننجح بعد كده قدام غالبا هتحصل تاني وتالت ورابع. عشان كده دايما اللي بتلاقوه بينجح مثلا في المدرسة، بينجح في الرياضة، بينجح في اي حاجة، هتلاقوا ان هو على مر السنين اغلبية الوقت بيفضل في نفس المستوى وبيتحسن وبيبقى احسن وصعب ان حد يكسبه. هل ده علشان هو مثلا بيبذل يعني مجهود اكتر؟ اكيد ده جزء من الموضوع، لكن جزء تاني من العوامل اللي بتساعده هو احساسه بثقته بنفسه ان هو هيقدر يعمل الحاجة اللي هو داخل يعملها. وعشان كده بقول لكم لما تحطوا حاجات في يومكم، حطوا حاجات تقدروا ان انتوا فعلا تعملوها او اهداف تبقى واقعية، مش مليون حاجة علشان ما تدوش نفسكم احساس الفشل. انا عايزاكم تدوا نفسكم دايما احساس النجاح، حتى لو احنا لسه دلوقتي ما نجحناش الاحساس نفسه مهم. وده كده زي ما بيقولوا دلوقتي على السوشيال ميديا دلولو. دلولو دي كلمة كده طلعت جديدة جاية من كلمة delusional، وهي كلمة الوهم او ان انت تضحك على نفسك، بس مش انك تضحك على نفسك بطريقة مش كويسة، لا، تضحك على نفسك بطريقة ان انت بتدي نفسك الاحساس والثقة ان انت فعلا هتقدر تعمل الحاجة دي، وده بيساعدك انك فعلا توصل لها. النقطة اللي بعد كده، الناس بقى اللي مشقلبة يومها وبتنام الصبح وتصحى بالليل، بالنسبة لوقت النوم ووقت الصحيان ده مهم جدا، مش انا اللي بقول كده، دراسات كتيرة اتعملت. احنا جسمنا جواه في ساعة بيولوجية، والساعة البيولوجية دي مهمة بالنسبة لها جدا ضوء النهار. وعشان كده الدراسات والدكاترة دايما بيقولوا ان احنا لازم ننام في وقت منطقي ونصحى في وقت منطقي. مش لازم بقول لكم نصحى يعني الساعة 5 الفجر زي الفيديوهات اللي بنشوفها دلوقتي على الانستجرام، بس ان احنا ننام في وقت ما يعديش الساعة 12 بالليل، ونصحى في وقت يعني على الساعة مثلا 7 8 كده الصبح. ده هيفرق في حاجة؟ هيفرق في حاجة، بيفرق في التركيز وبيفرق في الطاقة اللي احنا عندنا لليوم. نقطة مهمة هقولها دلوقتي علشان لو حد ما كملش الفيديو، مع اني بنصحكم ان انتوا تكملوا الحلقة للاخر عشان فعلا كل نقطة بحطها بتبقى مهمة جدا وهتفرق معاك، بس انا عايزاكم ان انتوا تبقوا your own boss. يعني ايه نبقى my own boss؟ يعني افتح مثلا البيزنس بتاعي؟ لا، انا عايزاكم تبقوا your own boss. يعني تخيلوا كده ان انتوا المدير. احنا كبني ادمين لما بيبقى في حد فوق راسنا، سواء بقى اهلنا، مدرسين، مديرين، على حسب احنا في انهي مرحله يعني في حياتنا،
غالبًا هُم بيزقونا إن إحنا نعمل الحاجة، بس أنا بقى مش عايزاكم إن أنتم تستنوا إن حد يزقكم تعملوا الحاجة، أنا عايزاكم أنتم تكلموا نفسكم وتدّوا لنفسكم الorders فعلًا بجد، أكِن أنتم شخص وفي شخص تاني اللي هو المدير بتاعكم بيقول لِك إنه لازم دلوقتي من الساعة كذا للساعة كذا تعملوا الحاجة دي. لو المدير ده شخص تاني غيرنا، إحنا غالبًا هنسمع كلامه وهنعمل الحاجة دي. طب إحنا ليه بنستنى بقى إن شخص تاني ييجي يقول لنا الحاجة اللي إحنا المفروض نعملها وإحنا عارفين إيه هي already؟ عشان كده أنا عايزاكم إن أنتم to be your own boss وفعلًا تسمعوا كلامكم. اسمعوا كلامكم أكن أنتم شخص تاني. ما تاخدوش اللي هو أنا قُلت لنفسي، لأ، خلاص أنتم تكلموا نفسكم اعمل الحاجة دي. لأنه خلّوا بالكم إحنا أمّا بنيجي ننصح الناس بجد بندّي نصايح حلوة أوي، فلمّا نيجي بقى نعملها على نفسنا غالبًا ما بنعملش الكلام ده. ليه بقى؟ لأنه إحنا مع نفسنا بندّي نفسنا صلاحيات وبندّي نفسنا بقى break، طب بُكرة، طب بعده، طب بعد الحلقة دي، لأ، اقسموا نفسكم من جوّه كده أكنكم شخصين، وادّوا لنفسكم الorders والشخص التاني ده اللي هو هينفذ الorders ما ينفعش يقول لأ، لازم هتعملوها. النقطة اللي بعد كده، إحنا مش عايزين نضايق نفسنا أوي. فلمّا نعمل الحاجة دي إحنا هنكافئ نفسنا، وفكرة المكافأة دي عامةً مهمة جدًا، حتى تلاقوا في الشغل كده بيدّوا للناس bonus وحاجات بقى تحفزهم إن هم يعملوا الشغل أحسن وأسرع وأكتر وكده، ففكرة المكافأة للبني آدمين عمومًا دي فكرة مهمة، فإحنا عامةً هنكافئ نفسنا، هنقول مثلًا لو أنا ذاكرت دلوقتي هادّي لنفسي نُص ساعة break، أنا عارفة في ناس بتقول تِلت ساعة و5 دقايق، ده 5 دقايق ده صعب الصراحة. طالما عملتوا الحاجة ادّوا لنفسكم مكافأة حلوة، نُص ساعة break، حلقة، هاكل الأكل اللي أنا عايزه، أيًا كان أنتم نفسكم في إيه اعملوه وادّوه لنفسكم، حتى لو هتشتروا لنفسكم حاجة عادي، اشتروا لنفسكم هدايا. أنا فاكرة من وأنا صغيرة مع إن أنا كان عادي بييجي لي هدايا، بس أنا كنت باشتري هدايا لنفسي، أنا باحب أكافئ نفسي، عشان إحساس إن أنتم تكافئوا نفسكم ده إحساس مختلف، إن ييجي لكم هدية من نفسكم ليكم إحساس أحلى بكتير من أمّا ييجي لكم هدية من حد تاني، ولو ما جربتوش الإحساس ده جربوه وقولوا لي حسيتوا بإيه. نقطة بقى كمان مهمة جدًا وهي نقطة الأكل والشرب، أنا على فكرة باحب الjunk food جدًا، بس إحساسي تاني يوم لمّا باكون واكلة junk food غير خالص إحساسي لمّا باكون واكلة حاجة صحية وhealthy ومعمولة في البيت بمكونات إحنا عارفين هي إيه، وأكيد بتبقى نضيفة أكتر يعني، وأكيد طبعًا شرب المَيّة. عايزة أقول لكم اليوم اللي بابقى شاربة فيه مَيّة كفاية أنا بنفسي بتركيزي بيبقى مختلف تمامًا عن اليوم اللي أنا باشرب فيه مَيّة قليل، باحس بصداع كتير وعينيّا بتبقى وجعاني، وأنا عارفة إن هي حاجة بسيطة، فأنتم مش هتبقوا متخيلين يعني إنه تأثيرها هيبقى للدرجة، بس فعلًا نصيحة مني اهتموا بالأكل اللي بتاكلوه وبكمية المَيّة اللي بتشربوها، وهتحسوا بالفرق بالطاقة اللي عندكم والتركيز اللي عندكم إن أنتم تبقوا صاحيين قادرين تعملوا الحاجات فعلًا اللي أنتم المفروض تخلصوها النهارده. النقطة اللي قبل الأخيرة واستنوا النقطة الأخيرة عشان مهمة جدًا، بس النقطة اللي قبل الأخيرة إن أنتم حاولوا إن أنتم تخلّوا في يومكم حركة، سواء الحركة دي بقى هيبقى تمرين هتروحوا الgym أو حتى إن أنتم تتمشوا حوالين البيت لمدة نُص ساعة، لأنه زي ما بيقولوا كده العقل السليم في الجسم السليم. آخر نقطة بقى عشان ما أطوّلش عليكم، بس عايزة أقول لكم إن أنتم تبعدوا عن أي حاجة هتعطّلكم. سواء بقى مكالمة من صحابنا، سواء حد بينده علينا برّه، سواء في notification جات على الموبايل أو الفيديو ده وخلاص هاقوم بعده، ابعدوا عن أي حاجة تأخّركم عن اللي أنتم المفروض تعملوه دلوقتي. الحاجات اللي بتلهينا عن المفروض نعمله كتيرة أوي، ولو فضلنا بقى ندّي لكل حاجة مُبرر فيهم مش هنخلص ومش هنلاقي وقت نعمل فيه حاجاتنا اللي إحنا المفروض نعمله. فزي ما قُلت لكم كده ما تدّوش لنفسكم أي مُبررات، ما تدّوش لنفسكم أي ظروف، كل المبررات ممنوعة، لإن كل الناس عندهم مبررات، وكل الناس عندهم ظروف، وكل الناس عندهم نفس الحاجة اللي بتعطّلكم بالضبط. وقبل ما أقفل هافكّركم، افتكروا إن المنافسة عالية جدًا في كل المجالات، في كل المراحل، والناس اللي مش هتقوم وتتحرّك وتاخد خطوات عشان توصل لأهدافها، ما تجيش بعد كده تعيّط. ودايمًا افتكروا نفسكم في المستقبل، تخيّلوا كده نفسكم في المستقبل، هتبقوا عاملين إزاي؟ هل هتبقوا ناجحين والّا هل هتبقوا ما وصلتوش لحاجة؟ ولو ما وصلتوش لحاجة هيبقى إيه الreaction بتاعكم وقتها؟ ده كده كل حاجة الفيديو النهارده، أتمنى الفيديو يكون عجبكم، باتبسط جدًا بالcomments اللي بتسيبوها لي تحت، قولوا لي رأيكم في الحلقة، ولو عندكم أي أفكار عايزينّي إن أنا أطلع أتكلم عنها
اكتبوها لي تحت، انا بحب جدا لما بتدوني افكار واوعدكم ان انا هعملها. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب لو بتتفرجوا على الحلقة دي على اليوتيوب. اشوفكم في الفيديو الجاي. باي باي.